first impression عن المكان ان هو مريح جدا، يعني يعتبر في بيتي، مش داخله مكان غريب. بدايه من اول حد شفته مش متوتره، مش زي بقيه الاماكن اللي انا دخلتها. بدايه طبعا من مستر عصام لحد الادمنز كلهم اصحابي وحبايبي. كان هدفي في الاول ان انا احترف الانجليش. كلنا اتعلمنا من واحنا صغيرين وبنعرف نقرا كويس، لكن عندنا دايما مشكله في 3 سكيلز: الرايدن، الليسنن، السبيكن. دول انا اتعلمتهم هنا، احترفتهم هنا على مدار ال10 شهور. كان بيطلب مننا طبعا assignments، كان بيطلب مننا activities نعملها. كنت الحقيقه بحبها جدا، انا واخده الموضوع فور فن. حتى اللي عنده عقده من الانجليش هنا هتتحل. اي حاجه هتقدر تحققها هنا. الانستراكتورز هنا اكتر من الاخوات، ما فيش حاجه اسمها ستودنت وحاجه اسمها تيتشر. عمرك ما هتلاقي اي مشكله انك تسال. عشان تتعلم لازم تغلط، علشان تسمع حاجه صح لازم تسمعها غلط. طبعا دي مش لغتنا الام، بس عشان تحترف لغه لازم ان انت تلاقي صعوبات كتير في الاول. هتغلط، هيتصحح لك. عمرك ما هتعرف الصح غير لما تشوف الغلط.